منهم مجتهدين نقول اجتهادكم خطأ، ارجعوا للشعب، اسحبوا ترشيحكم. منهم مع الخيل يا شقرة، نقول الله يهديكم وترجعون لشعبكم. البارحة سجلوا في دليل جينيس كثرة الشراقيات، ما يبي لها فخر هذه، يزيد الفلوس تزيد. احنا الليلة بنسجل في جينيس قصة القبيضة. نعم نعم نعم. الحين لازم نعيد التعريف. القبيضة 3 أشكال يا أخوان. أكو قبيض بالتجنيس، واكو قبيض بالتأسيس، واكو قبيض مزدوج. القبيض بالتجنيس اللي دخل المجلس وبعدين انحرف، وذيله في مجلس 2009 مو 13 اللي تم رفع النيابة عددهم 22 للحين 9 مختفين. 22 سجل يا قنص. النوع الثاني من القبيضة قبيضة بالتأسيس، هذيله قبضوا قبل لا يدخلون 100,000 نص مليون مليون ومليون ونص. واكو قبيضة مزدوجين، هذا قبض قبل وقبض الحين مسبق. أنا أقول شو تتوقعون من المجلس الجاي؟ الواقع المجلس الجاي راح يكون أسوأ من مجلس 2009، مو بسبب مقاطعة الأغلبية، الصوت الواحد مرسوم، الصوت الواحد هو اللي يحصل هذه النتيجة، هذا هو المطلوب. لكن أبيكم شوي تعطوني انتباهكم. احنا في الواقع صار لنا 6 سنين في حوسة ما يمدي يستغل مجلس إلا انحل. شنو سبب الحوسة هذه؟ هني بيت القصيد راح أشرح أنا عشان توصل نتيجة. إذا تتذكرون في السنوات هذه طلعوا لنا في كل شيء، اتهمونا بالتأزيم، اتهمونا بتعطيل التنمية، اتهمونا بتعطيل المشاريع، تعطونا بتردي أحوال البلد، اتهمونا بتأخير كل شيء. أول شيء هذا أول افتراء. أحد يقدر يعطل الحكومة من التنفيذ؟ مجلس 2009 أقر خطة تنمية بساعتين، قانون خصخصة أقره، ماكو شيء إلا أقره. قلنا لهم خلينا نشوف والله شو يسوون. أقر بعد قانون المدن الإسكانية، 10 مدن إسكانية 250,000 أو 200,000 وحدة سكنية. ايش سويتوا؟ منو اللي قاعد يعطل؟ هذه في قضية تعطيل التنمية والتأخير. يقولوا أنتم السبب مو الشعب الكويتي ولا سبب المجالس، سبب الحكم. بعدين سمعوا يا اخوان، قال يوكم البدو، وقالوا اخذوكم الحضر، قالوا طراثيف ومزدوج. هذا يذبح صار له 3 سنوات مزدوج 120,000، يوم مقر استجوابه طق عقر بقر. طلع الوحيد اللي عنده المزدوج والخالد سلطان، الله يخيب ظنه. بس ذاك اليوم كان صاحي ما قدر يتحكى.
أنا بقول لكم منو اللي سبب هالحوسة هذه كلها؟